بنتابع مع حضراتكم آخر تطورات مشروع توسيع كورنيش اسكندرية، والنهاردة بقى كان في تطورات جديدة وأعمال بيتم تنفيذها أنا فوجئت بيها أثناء التصوير. هنوضح لحضراتكم إيه الأعمال اللي بيتم تنفيذها النهاردة والجديد فيها إيه، كمان في تحويلات مرورية تم عملها وفي شوارع تم قفلها. هنقول لكم سبب قفل الشوارع دي، المناطق التانية إيه اللي هيتم فيها الفترة اللي جاية. كمان هنتابع معاكم آخر تطورات إنشاء كوبري محمد نجيب، وهنشوف مع بعض الأعمال وصلت فيه النهارده لحد ايه. علشان كده لو حابين تتابعوا معانا كل جديد في اسكندريه يا ريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركايه وحكايه، القناه المهتمه بكل ما يشغل بال الشارع السكندري. وما تنسوش زي ما اتعودنا لايك للحلقه، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدا. اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي جزء من أعمال إنشاء كوبري محمد نجيب، واللي بيتم إنشاؤه ضمن مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. والأعمال دي بتتم الآن وفي وقت متأخر من الليل بنشوف مكنة الخوازيق والأعمال شغالة ليل ونهار. الكوبري اللي هيحل أزمة كبيرة موجودة في المنطقة دي، سواء اللي جاي من محمد نجيب أو من إشارة سيدي بشر، واللي من المفترض يتم إلغائها علشان يتم القضاء على الأزمة اللي بتكون موجودة دايما هناك والزحام في الإشارة دي، من خلال إنشاء الكوبري اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي. واللي حضراتكم بتشوفوه في الصورة دلوقتي جزء من جسم الكوبري والخاص بالمنزل في اتجاه المنظرة. ومن المفترض ان الكوبري ده هيكون عليه الاتجاه السريع الطوالي، والقادم من محمد نجيب سواء جاي من منطقة محمد نجيب او من سيدي بشر هيلف في اتجاه المنشية من تحت الكوبري، وبكده يكون تم القضاء تماما على أزمة إشارة سيدي بشر والملفات اللي موجودة في المنطقة دي. بفكركم لو بتشوفوني لأول مرة يا ريت تشتركوا في القناة علشان تتابعوا معانا كل جديد في اسكندرية. كمان دلوقتي بتتم بعض الأعمال في اتجاه المنظرة، وبناء على الأعمال دي تم قفل الاتجاه الطالع في اتجاه المنظرة زي ما حضراتكم شايفين، وتم عمل تحويلة مرورية علشان يكون الاتجاه النازل أو الاتجاه القريب من البحر يعمل في الاتجاهين، وده لحين الانتهاء من الأعمال اللي حضراتكم بتشوفوها في الاتجاه الطالع، وده طبعا بعد ما تم الانتهاء من رصف وسفلتة الاتجاه النازل وعمل الجزيرة الوسطى. وزي ما حضراتكم شايفين إن الأعمال اللي بيتم تنفيذها في الاتجاه ده إنه بيتم تطوير البنية التحتية سواء على مستوى شبكات الصرف الصحي أو تغيير كابلات الكهرباء. كمان بيتم عمل شبكة منفصلة لصرف الأمطار ضمن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه المطر. الشوارع اللي حضراتكم بتشوفوها واللي بتبدأ من شارع عبد الحليم محمود في اتجاه المنظرة كلها تم إغلاقها ومفيش عربيات بتقدر تدخل منها، وده لأن الأعمال بتمتد داخل كل شارع من الشوارع دي لمسافة 5 أو 6 متر، وده لربط شبكات البنية التحتية الجديدة اللي بيتم تطويرها في طريق البحر ببداية الشبكات اللي موجودة في الشوارع دي. وزي ما حضراتكم عارفين إن بعض المناطق في الاتجاه النازل للمنشية واللي تم توسعته مؤخرا منسوبه أعلى من المعتاد قليلا، وبعد عمل الجزيرة الوسطى اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي وتجهيز بردورات الأرصفة وبلاط الانترلوك اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي والخاص بالاتجاه ده، بيتم عمل زاوية ميل معينة وسحبها في اتجاه العماير علشان يتم الحفاظ على منسوب الأرصفة القديمة. بعد الانتهاء من الأعمال اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي هيتم رصف الشارع في الاتجاه الطالع للمنظرة، وطبعا هيتم فتح الشوارع بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال فيها، وبعدها هيتم الاستقرار في الاتجاه ده للطالع والاتجاه التاني للنازل فقط. حاليا حضرتك ما بتقدرش توصل للشوارع دي وتدخل فيها من طريق البحر، علشان كده بتلف من بعد الشيراتون، وسواء بتدخل على الشارع اللي بينزل على جامع المنظرة أو بتكمل في ملك حفني الطريق الموازي لخط مترو أبو قير. المنطقة اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي ناحية وردة العصافرة قبل منطقة المنظرة اللي شرحناها لحضراتكم من شوية، ودي فيها تم الانتهاء من رصف الاتجاه النازل للمنشية، والبلوكات الخرسانية اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي والخاصة بتركيب أعمدة الإنارة تم عمل الرصيف الخاص بالجزيرة الوسطى ووجود البلاط الانترلوك الخاص برصف الجزيرة قدام حضراتكم دلوقتي. بعد كده متوقع يتم قفل المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ويتم تطوير شبكات البنية التحتية سواء الصرف الصحي والكهرباء وصرف الامطار بالظبط زي ما بيتم حاليا في منطقه المنظره ولسه حضراتكم شايفينه معانا من شويه. بنحاول نتابع مع حضراتكم كل جديد في اسكندريه في صور حيه وحصريه فقط لحضراتكم، علشان كده لو مهتمين تعرفوا كل اللي بيحصل في اسكندريه يا ريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركايه وحكايه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل جديد، ويا ريت زي ما اتعودنا لايك للحلقه وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود وشكرا لكم.